السلام عليكم، وياكم ميني بمقطع جديد. قصة اليوم هي عن شخص نسمع عن صبره، وينضرب المثل بصبره وتحمله القوي، لدرجة وصل انه ينضرب المثل بصبره. هو النبي أيوب. اليوم قصته الكاملة من البداية، قبل الابتلاء وبعد الابتلاء. خليكم ويا الفيديو، مشاهدة ممتعة. نبي أيوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. كان النبي أيوب عنده خير وحلال هواية، عنده قطيع من الإبل، قطيع من الغنم، ومجموعة بساتين ومزارع هواية، وقصور وأبناء وبنات عنده. بس هذا كله ما منعه من عبادة الله سبحانه وتعالى، وكان يتصدق وينطي للفقير وينطي للمحتاج، وبنفس الوقت انه هو ما ترك العبادة، مع انه هو عنده هواية خير وهواية مشاغل. كان كل وقته يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى. هنا ما عجبت الشغلة ابليس اشتغلت عنده الغيرة، ما عجبته الشغلة، فصعد المكان بالسماء يحاكي الله سبحانه وتعالى، يقول له هاي رواية عن وهب بن منبه. هذا الكلام الرواية كلها عن هذا الشخص وهب بن منبه. يقول حاكي إبليس الله سبحانه وتعالى صعد بالسماء بمكان بالسماء، الله أعلم وين، بس في مكان بمكان موجود. يحاكي الله سبحانه وتعالى يقول له شوف هذا أيوب عنده خير وعنده كل شيء، بس هو هو ما يعبدك زين. سلطني عليه وشوف شلون راح اخليه يكفر بيك. قال له انت ايش تريد من عنده؟ قال لي سلطني عليه وخليني وشوف شلون راح اخليه يكفر بيك، لان هو ما يعبدك، لان عنده هذا الخير وعنده هاي الابناء والمزارع، وعنده لانه هو يعبدك هيك، لان عنده هذين الاشياء من دونهن ما يعبدك. فسلطني عليه وشوف شلون راح اخليه يكفر بيك. الله سبحانه وتعالى اختبارا للنبي أيوب سلط إبليس، سلط عليه، قال له روح. سلط على الخير مالته، قال له روح شو سوي. فإبليس هنا راح للأعوان اللي وياه للجن، قال لهم تعالوا أنا سلطت على أيوب، سلطت عليه إنه أدمر حياته حتى أخليه يكفر بالله سبحانه وتعالى. طلع على واحد من أعوانه قال له شنو تريدني أسوي؟ قال له أريدك تروح على الخير مالته الحلال مالته تسوي لك فد شغلة بيهن. قال له ها أنا أقدر، عندي خطة. قال له روح على الإبل مالته الجمال هي الرعاة. قال له روح عليهن سوي اللي تقدر عليه. فهو راح بيوم من الأيام، راح دينا بالليل نايمين، إن كل شي نايم والناس هدوء، فهو حرق كل شي، ما بقى لا إبل ولا رعاة ولا أي شي حي بقى. ورجع الإبليس قال لك كملت السالفة، قتلتهم كلهم ما بقيت ولا واحد. هنا اجى دور إبليس، تشكل هو الإبليس يتشكل على هيئة أي إنسان، تشكل على هيئة إنسان وقور وعنده هيبة، يعني شخص جميل تشكل على هيئته. وراح للنبي أيوب. النبي أيوب هاي الأثناء كان دا يصلي، راح قال له الحق أيوب الحق، الإبل مالتك راحن ما ظلن ولا وحدة، لا هن ولا الناس الرعاة اللي وياهن ما ظلت ولا وحدة، الحق. قال له شلون؟ قال له ما أدري، بس هذا اللي شفته أنا ما ظلت ولا وحدة، احترقن كلهن، كل شي احترق. هنا النبي أيوب إيش قال له؟
انولدت عريان، وراح اطلع من الدنيا عريان. لله ما اعطى ولله ما اخذ. ورجع يكمل صلاته، يعني ما اهتم للموضوع. الابل وراحن، الله انطاهن الله اخذهن. هنا صعد الضغط عند ابليس، قال لك هذا شلون راح انهي؟ شلون راح اخليه يكفر بالله؟ شلون راح اخليه يجحد بالنعمه؟ لان انا قلت له هيك وهو مهتم. فرجع الاعوانه قال لهم، رحت له ومهتم، ورجع راح صعد الله سبحانه وتعالى قال له سويت هيك وهو مهتم، سلطني على الاشياء الاخرى اللي عنده. فسلط على الغنم اللي عنده. هم راح للجن اللي ويا الاعوان قال لهم دمروا لي الغنم اللي عنده، قطيع الغنم اللي عنده. راح واحد من الجن اللي وياه دمر له كل شيء، قتل الغنم وقتل الرعاة اللي وياه. ورجع لابليس. فرجع لابليس قال له نهيت كل شيء، خلصتهم كلهم ما بقيت ولا واحد. هنا هم تشكل ابليس على هيئة رجل اخر، وراح للنبي ايوب قال له ايوب الحق الغنم مالك ما بقى كل شيء، كلهن ما بقت ولا وحده، لا هن ولا الرعاة اللي وياهن اللي يشتغلون، كل شيء ما بقى. قال له شلون؟ قال له ما لحقت، انا شفت هناك بس ما لحقنا نسوي شيء لان كل شيء راح بلحظة واحدة، كل شيء انهى. قال له لله ما اعطى ولله ما اخذ. ورجع يصلي كمل صلاته. فهنا هم زاد الضغط، وصل الضغط عند ابليس مليار. قال لك راح الابل وراح الغنم، انتهى حلاله. شلون راح اخليه يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ لهنا النبي ايوب صامت كل شيء ما مهتم، حامد الله شاكر على اللي صار، ومكمل صلاته مكمل عبادته. فهنا رجع ابليس لله سبحانه وتعالى قال له هذا ما صار شيء، شلون بس سلطني على المزارع اللي عنده، وشوف هنا راح اخليه يكفر. هنا تسلط على المزارع مالته، وراح للجن قال لهم احرقوا المزارع مالته. راحوا الجن مالت كم جن راحوا على المزارع والبساتين مال النبي ايوب، حرقوا كل شيء، ما بقى ولا شجرة صاحية، كلها حرقوها، هن والرعاة او المزارعين اللي هناك اللي يشتغلون عند النبي ايوب، ما بقى ولا شيء. ورجعوا لابليس قالوا له نهينا كل شيء. هنا ابليس راح للنهم، رجع للنبي ايوب. شوف ايش قد نفسه طويل، وش قد خلقه طويل، مو بس نفسه طويل، يعني اكثر من مرة يرجع ما يمل. فراح للنبي ايوب قال له الحق يا ايوب الحق، انه البساتين مالتك ولا بس تنظل، كل شيء احترقن بلحظة واحدة. قال له شلون؟ قال له هم ما ندري، ما نعرف ايش يصير، كل شيء دا يروح بلحظة واحدة. قال له لله ما اعطى ولله ما اخذ. ورجع يكمل صلاة النبي ايوب. هنا قام يقمز ابليس، قام يشقق بهدومه، قام يلطم. قال لك هذا شلون راح اخليه يكفر؟ شلون راح اخليه يجحد بالنعمة؟ شلون راح اخليه يطلع عن الاسلام؟ لان كل شيء يقول له لله ما اعطى ولله ما اخذ، يجاوبه بكل بساطة بكل برود. فرجع ابليس لله سبحانه وتعالى قال له كل هذن الخير اللي عنده والاشياء اللي عنده ذن ما يهمنا، يقدر يجيب غيرهن، سلطني على ولده اطفاله الولد والبنات، سلطني عليهم، وهنا أنا راح اخليه يشوف شو راح يسوي. فالله سلط على اولاد النبي ايوب وبناته. فيوم من الايام مجموعين هم بقصر واحد عند ابنه، عند واحد اولاد النبي ايوب مجموعين بالقصر. سوى زلزال هو والجن اللي وياه ابليس، سوى زلزال بالقصر،
ووقع القصر كله على أطفال النبي أيوب وماتوا كلهم. هم ينقال يعني بالروايات تقول 13 شخص، 13 ولد عنده، بنات ولد يعني أقصد. فهنا ماتوا كلهم. من ماتوا كلهم؟ إبليس سوى تشكل على هيئة شخص إنه مجروح وبوجهه خدوش ودم ومتبهدل، على أساس يعني هو كان وياهم بالقصر. وراح للنبي أيوب قال له يا أيوب الحق الحق أولادك كلهم ماتوا. قال له هنا النبي كان النبي أيوب كان بيصلي، فقال له شلون؟ قال له وقع القصر عليهم وكلهم ماتوا، واللي طلع واللي انقطع راسه واللي انقطعت رجليه. يقهر النبي أيوب حتى يخليه ينقهر بالزايد. هنا النبي أيوب من سمع هذا الكلام بكى وانقهر كلش. يعني هنا مهما يكون ولده، مهما يكون هو إنسان بالنهاية، حتى لو نبي بالنهاية هو إنسان وعنده مشاعر، وهذول أطفاله ماتوا. فهنا النبي أيوب سوى شال تراب من عوايدهم قديما، يعني ذاك الوقت عوايدهم، شال تراب من القاع وحط على راسه، يعني شلون تعبيرا عن الحزن، ولزم لحيته تعبيرا عن الحزن. فهنا طلع إبليس. فمن طلع وأثناء ما يطلع قال لك هي قهرته، هنا دمرته. طلع فرحان عود، بس سمع واحد وراه يستغفر، قال استغفر الله. التفت لقى النبي أيوب ماسح التراب من على راسه ومخر ايده من لحيته ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول لله ما أعطى ولله ما أخذ. هنا صدق صعد الضغط عنده، صدق شقق هدومه، صدق تخبل هنا إبليس. قال لك كل هذا اللي سويته ويقول هذا الكلام، لعد شقد إيمانه قوي. سبحان الله، شقد إيمان النبي أيوب قوي. فهنا صعد للسماء إبليس يحكي ويا الله، قال له كل هذا ما يهمنا، سلطنا على صحته. الصحة مالته، الصحة والعافية أهم شيء من أي شخص، عند أي إنسان. قال له سلطنا على صحته ونشوف شو راح يسوي. فهنا سلطه الله سبحانه وتعالى على صحة النبي أيوب. فنفث موضع سجود النبي أيوب، بمكان اللي يصلي به، موضع السجود مالته نفث يعني بمعنى تفل. شلون التفلة؟ بس غازات، مو تفلة شلون التفلة بها هواء يعني. هنا فالنبي أيوب جاء سجد، من سجد اتمرض. هذا المرض طلعت بجسمه كله، من راسه رجليه طلعت شلون الدوائر، الحبوب الحمراء الكبيرة، الدوائر بكل جسمه. هذا الحكي على مدار 18 سنة، يعني مو أنا حكيت بدقائق، بس هو على كل هالمدار السنوات كل يوم جاية بشغلة إبليس، كل يوم جاية بشغلة إبليس للنبي أيوب. فاتمرض النبي أيوب هنا. من اتمرض قام لا يقدر يمشي ولا يقدر يتحرك، واغتم بالفراش. وكل الخير واللي عنده والأطفال وكل شي راح عنده، أصبح فقير. ما بقت وياه بس زوجته رحمة بنت إبراهيم ابن يوسف عليهم السلام، تصير بنت عم أيوب عليه السلام، تصير بنت عمه هي. فهنا ما بقت وياه بس زوجته. من بقت وياه زوجته أصبحوا فقيرين، ما عندهم كل شيء. هو النبي أيوب اغتمى بالفراش، ولا يقدر يتحرك، ولا أحد يجي ولا أحد يقترب من عنده، لأن صارت عنده تطلع من عنده ريحة، من جسمه ريحة بسبب هذا المرض البي. فقامت تشتغل مرته بالبيوت حتى تجيب له أكل، يعني كل شيء ما عندهم هم.
تشتغل بالبيوت وتشتغل بالسوق، تجيب له أكل، تشتغل وتجيب أكل للنبي أيوب. في يوم من الأيام شافت واحد شخص هم شخص عليه هيبة ووقار، شافته قال لها أنا أعرف أيوب، هذا هو إبليس، قال لها أنا أعرف أن أيوب وسمعت باللي صار وياه وهو خوش رجال وساعدني وما أنسى فضله، يعني دي يسايسها بالحكي، يكذب عليها حتى يطولها بالكلام حتى يوصل للغاية عنده. فأني عندي العلاج مالته، عندي العلاج مال أيوب. قالت له شنو؟ قالت له صدق؟ قالها إيه عندي. قالها شنو؟ قالت له شنو؟ قال لها خليه يجيب أرنب ويذبحه، ويمسح بالدم مالته جسمه. هنا هو شراد انه النبي ايوب يلتجئ لغير الله سبحانه وتعالى، يلتجئ لغير وسائل وطرق حتى ينشفي من هذا المرض، هذا يلتجئ لغير الله سبحانه وتعالى. هنا جت راحت زوجة النبي ايوب، راحت له قالت له شفت رجال قال هيجي وهيجي، وان لازم تجيب ارنب وتذبحه وتمسح بالدم مالته جسمك حتى يروح هذا المرض. هنا النبي أيوب قال له عرف السالفة إن هذا الشخص إبليس. قال لها وصلت المرحلة والضعف بيه إنه يستهزئ بيه إبليس، هيك وصلت بيه المرحلة من الضعف يستهزئ بيه إبليس، إنه يعني يخليني إنه ألتجئ لغير شغلات. فهنا من حرقة قلبه وحرقة دمه دعا الله وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا الله قال له فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وكذلك ذكرى للعابدين. هنا يوم من الأيام بقى هاي الدعاء مالت النبي أيوب، بقت أيام، في يوم من الأيام إنه راد النبي أيوب يقضي حاجته، أخذته مرته المكان يقضي حاجته بيه. فمرة راح يقضي حاجته، انتظرته ماكو يا مرته، انتظرته ماكو. ورا شوية هنا الله أوحى له إنه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هاي آية بالقرآن، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني اركض بمعنى اضرب القاع برجلك. هنا أنا من ضرب القاع برجليه طلع مي من القاع، شربه يعني اتشافى من الداخل من المرض، واغتسل به وتشافى من الخارج، ورجع النبي أيوب شباب، رجع لي ورا شباب. فمن طلع من المكان شاف هي مرته، قالت له ما عرفته هي، فقالت له أيوب هنا أنا ما شفته، كان اكو هذا أيوب انتظرته وما طلع ما شفته. قالها أنا أيوب. قالت له شنو تضحك علي؟ شفت مرة كبيرة تضحك علي؟ قال له لا أنا أيوب، أنت مو فلانة رحمة؟ قالت له إيه. عاد أنا أيوب اللي كان بيه هيك وهيك وهيك صار وياي وهيك عندي أطفال وكان هيك عندي خير. هنا الله رجع له كل الخيرات اللي عنده، كل شيء عنده رجع له، كل أطفاله رجعوا له، أكو رواية تقول كل أطفاله نفسيتهم رجعوا له، وأكو رواية تقول لا الله رجع له القوة إنه حتى ينجب مرة ثانية أطفال غيرهم، ورجع الخير. وهنا عاش النبي أيوب 70 سنة ورا هذا الكلام اللي صار له بعد ما تشافه. هنا نتعلم من قصة النبي أيوب الصبر والقوة، نتحمل مصاعب الحياة اللي نمر بها احنا،
وما توصل الصبر النبي أيوب، واللي مر بي النبي أيوب إنه هو 18 سنة مر بكل هاي الأحداث، وهو 18 سنة مرمي على الفراش من دون أحد يجيه، من دون أحد يذكره، من دون أحد يساعده، وما فقد الأمل وما يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإحنا هاي القصة تعلمنا القوة والصبر والتحمل الابتلاءات مال الحياة والاختبارات. لهنا انتهت قصة النبي أيوب. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ولا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم.